ازيكم يا شباب؟ معاكم حبيبة زكي فرقة تانية. في الفيديو ده هوريكم أداة رهيبة جدا هتسهل عليكم أي بحث علمي أو مشروع تخرج، أو حتى لو بتذاكروا بيبر ومش فاهمين منها حاجة. الأداة دي اسمها إليكزيت. الأداة دي بتجمع لك المعلومات المهمة بسهولة جدا من غير ما تغرق في 100 ورقة بمعلومات وملخصات من أبحاث علمية موثوقة. يلا ندخل على الموقع. بسم الله. هنفتح المتصفح وليكن جوجل كروم وهنكتب في السيرش elexit.org. هيفتح الموقع من غير أي تسجيل أو تعقيد، وهتلاقوا مربع مكتوب فيه What question are you trying to answer؟ وليكن مثلا أنا هكتب عن The disadvantage of caffeine. يعني إيه أضرار الكافيين وندوس Enter. الموقع بدأ يشتغل ويجيب لي نتائج من أبحاث علمية حقيقية. بصوا بقى، أول حاجة فوق كاتب لي كده باراجراف صغير لخص لي فيه أهم الأبحاث اللي قالت عنه. يعني مثلا قال لي الكافيين ممكن يسبب مشاكل في القلب واضطرابات في النوم، ويسبب إدمان عند بعض الناس، وكمان ليه تأثيرات على الجهاز الهضمي. تحتيه كده في جدول شيك ومرتب مكتوب فيه عنوان البحث، اسم الكاتب، ملخص صغير عن كل بحث اللي هو Abstract Summary. أمثلة من الجدول كده، مثلا أول بحث بيقولك إن الاستهلاك الزايد للكافيين بيأثر على الجسم والنفسية. بحث تاني بيتكلم إنه ممكن يعمل مشاكل في النوم والقلب. وفي بحث تالت بيقولك إن الكافيين ليه مميزات، بس العيوب بتيجي لما نستخدمه بشكل زايد. يعني هو مش بيقول رأيه، هو بيجمع لك كلام الأبحاث وبيديهولك على الجاهز. طيب لو أنا عايزة أظبط النتائج أكتر، هتلاقوا فوق كده زرار اسمه فلتر. ده تقدروا من خلاله تختاروا الأبحاث اللي بعد سنة معينة، أو اللي اقتبس منها ناس كتير، أو اللي حديثة بس. في بردك زرار اسمه export as، يعني لو عجبك النتائج وعايز تنزلها على جهازك كجدول، ممكن تنزلها بصيغة CSV وتفتحها بإكسل عادي. في زرار مكتوب عليه upgrade، وده بقى لو عايز تشتري النسخة المدفوعة، بتفتح حاجات زيادة زي عدد أكبر من الأبحاث أو تحليلات أدق. بس بصراحة النسخة المجانية مكفية ووافية. تعالوا بقى نتكلم عن المميزات والعيوب. المميزات هي أداة بسيطة وسهلة جدا، مفيش تسجيل أو حساب، بتجمع لك أبحاث حقيقية، بتلخص الأبحاث وتشرحها، بتشتغل من الموبايل أو الكمبيوتر، مفيدة جدا لأي بحث علمي. العيوب شغالة بالإنجليزي بس، فلو لغتك ضعيفة ممكن تتعب شوية، مش دايما بتفهم الأسئلة المعقدة أو الغامضة. النسخة المجانية فيها عدد محدود من النتائج. وفي الختام، جربوا إليكزيت بنفسكم وهتشوفوا الفرق، خصوصا لو بتشتغلوا على بحث أو شغل أكاديمي.